بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا ام احمد ودي قناتي قناه عيون الطبخ. لو اول مره تشاهدوها فضلا ولسه امرا حطوا اللايك، وكمان لو مشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني وكل فيديوهات جديده بنزلها. وكمان يا ريت كده تشيروا الفيديو لاكبر عدد من الناس ومن الاصحاب والحبايب عشان قناتي مش هتكبر الا بيكم حبايب قلبي، وكمان الكل يستفيد. هتعملي ايه يا ام احمد النهارده؟ عندنا كده 2 كيلو فول، دول فاكرين لما كان ابو احمد مستوى ادينا التسويقه؟ كان 2 كيلو فول دول. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل فيهم ايه. اول حاجه همسكهم كده انقيهم كويس جدا، والحبايه اللي فيها نقطه سودا دي لازم تشيليها عشان ما تبقاش كويسه. تمام. طيب وبعد ما نقيته كويس قوي غسلته كويس قوي ونقعته في الميه وبيته بقى لتاني يوم، يعني انا عملته كده بالليل وبيته كده في الميه 12 ساعه لتاني يوم. تمام. المهم يتنقع كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وده كان تاني يوم وبقى الفول معايا بالشكل ده ما شاء الله. الحبايه نفشت وبقت زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ طبعا الفول ده كله 2 كيلو مش هدمسهم كلهم، انا هاخد منهم حبه كده نعمل إيه فول نابت، وكمان هندمس الباقي. تمام. طيب بالنسبه للفول النابت بيكون الحبايه بتاعته كبيره شويه عن التاني، خلاص. فلازم هعمل ايه؟ هنقيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنقي بقى الحبايه الكبيره دي اللي هنخليها تبقى نابت. احنا بصوا هنعمل النابت كده من اوله لاخره على ايدينا في البيت، مش هنشتري جاهز زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وانا هنا عماله بقى بنقي كده الفول الكبيره الشده كده، خلاص. وهاخد التانية الصغيره هحطها في الحله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ده بقى اللي هندمسه. الحبات الفول الدميس بتبقى صغيره شويه. عامه هو ده فول كله بلدي ما شاء الله نمره واحد. بس حاولت بعد ما اتبل ونفش كده باخد الحبايه الكبيره، وهنا كده كان العيار لسه كتير على الحله. طبعا الفول ده مش هيبقى كتير، مش هيبقى يعني المعيار المعقول. فبرضه فضلت انقي كمان شويه، مش مشكله. ادي احنا نعمل شويه فول نابت حتى لو هنعملهم اكلتين ما فيش مشكله برضه، خلاص. المهم كده حطوا معايا اللايك وسموا الله كده، احنا لسه في الاول الفيديو. وصحصحي معايا كده وركزي انت ويا حبيبه قلبي عشان نوصل معانا نوصل كده بسلامه للاخر، ماشي. وحط اللايك ما تكسليش، ماشي. المهم انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا كده بنقي الفول اهو ونظبط الدنيا بتاعتنا وخلاص. هنا كنت كملت الكمية كلها. عشان ايه؟ انا مش عايزة اخلي المعيار كتير عشان الحلة يعرف يستوي في الحلة براحته، وما اضطرش اكشف عليه الحلة ويسود مني. تمام. طيب هنعمل ايه بقى بالنسبة للفول اللي احنا هندمسه؟ حطيت عليه كده طماطمية كبيرة متقطعة مكعبات، معايا كده كوباية من العدس الأصفر مغسولة كويس حطيت عليه، وكمان ليمونة حلوة كده طبعا نزعت هنا البذر منها. وكمان هنحط بقى كمية المية بتاعتي مرة واحدة، مش هحط حبة حبة، أنا هحط الكمية كلها واخلص منها. وعلى فكرة عايزة أقول لكم إن دي أول مرة أعمل فول بالطريقة دي، والله العظيم. أنا على طول بعمل الفول وعملته في القناة قبل كده مرتين، هي طريقة واحدة اللي هو بحط الليمونة الخضراء بس. لكن أول مرة أعمل فول أضيف عليه عدس وأضيف عليه طماطم. وتعالوا بقى كده نرفعه على النار، هحطه على نار عالية لغاية لما يغلي. وأول ما يغلي هوطي العين خالص وهخليها شمعة. وخليكم معايا للاخر عشان الفول هقول لكم النتيجه دي حلوه ولا بلاش ما نعملهاش، خلاص. وكده الفول بتاعنا على النار. اما الفول التاني بقى اللي احنا الجزء التاني اللي احنا هننبته، جبنا قماشه حلوه بيضه كده وقمت حاطه فيها الفول بتاعنا وهقفل عليها كويس جدا. بصي اقفلي عليها قوي في القماشه البيضه. بصي مش شرط قماشه بيضه، اي قماشه عندك، المهم ان هي تكون قطن. تمام. واقفلي عليها كويس قوي. وهنحطه بقى في الوعيه بتاعتنا دي وهنشوف النابت بتاعنا، خلاص كده. وهركنه بقى هحطه في في ضلفه المطبخ في فرن البوتاجاز. المهم كل يوم كده يعني هقوم بله بس ايدي وهستقسق كده بس على القماشه من بره. تمام. انا كده كده بلاه بله كويسه، يعني انا بليته 12 ساعه مظبوطين وتمام التمام. بس زي ما بقول لك كده هتحطي بقى في فرن بوتاجاز تركنيه كده او في باب المطبخ وبس تبليه بايدي كده كل يوم، خلاص. تعالوا بقى كده بصوا الفول بتاعي هنا كان استوى. انا كنت خرجت بقى مشوار واتاخرت فيه قوي، كان ابو احمد بقى خلاص جه ولقى الفول استوى ما شاء الله، ما ضفتلوش ميه خالص لان بوطي عليه النار وبخليه شمعه.
وبقفل الغطا، طبعا الغطا مقفول محكم فبيعمل بخار، والبخار بتاعه والميه بتاعته بتبقى فيه منه فيه ما بتقلش. تمام. وبقى ما شاء الله الفول زي الفل ولونه تحفه. بصراحه ابو احمد قال لي الفول ده جميل قوي 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 المره دي. قلت له خلاص هقول لك السر بقى كان في ايه، في كوبايه العدس والطماطمايه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. طبعا سبته تاني يوم برد وعبيته في اكياس زي ما انتم شايفينه بالشكل ده عشان انا احطه في الفريزر. تعالوا بقى برضو في نفس اليوم تاني يوم برضو شفت الفول كان خلاص بدأ التنبيتة كده تطلع. نبت بصوا تنبيتة صغيرة كده. بس انا مش هطبخه كده، انا لازم ايه اخلي الزريعة بتاعته تكبر شوية. خلاص لازم التنبيتة بقى اللي هو الجزء اللي بيطلع ده النابت ده إيه تكبر شوية لان كده يعتبر لسه خلاص. فهقفل عليه وهقفل واسيبه لتاني يوم. تمام. خلاص انا كده خدت الفول الدميس بقى حطيته في الفريزر. وهنا النابت اهو خلاص. ده تاني ده بقى كان تالت يوم. ده بالنسبة كان تالت يوم بقى بالشكل ده. احنا شايفين بقى ما شاء الله النابت بتاعه بقى حلو زي الفل جميل ازاي. ما شاء الله. طبعا حطاه هنا في ميه ايه عشان كنت غسلته بقى تاني. حطيته في شويه ميه. تعالوا بقى كده نسويه على النار ونشوف هنسويه ازاي. جبت انا كده حله حطيت فيها معلقتين من الزيت على معلقه من السمنه. عايزه بقى سمنه بلدي ما فيش مشكله. اي سمنه برضو عندك استخدميها. وطبعا هحطهم كده مع بعض. انا حاطه السمنه في التلاجة يا جماعه. انتوا هتقولوا السمنه مش بتنزل ليه كده، انا حطاها في التلاجة لان الجو حر اصلا وبتسيح خالص وباجي اطلع منها بالمعلقه كده بتبقى تسقط وبتبهدل من الدنيا. فانا هحطها في التلاجة مش مشكله يعني ايه بتبقى متماسكه شويه. خلاص. وبعد ما سخنت مني حطيت الفول وهبدأ بقى اشوحه كده شويه 5 دقايق كده على السريع زي ما انتم شايفين بالشكل ده لغايه ما احس ان الفول ريحته طلعت كده. بس ما تحرقوش. ريحته تطلع تشم ريحه كده طالعه. وبعد كده هضيف عليه بقى طماطميه حلوه مع قرن شطه مع جزرايه مع بصلتين. على فكره انا بحب البصل انا مكتره يعني حطي بصلايه واحده بصلتين براحتك. انا مكتره عشان انا بحب اكل البصل المسلوق. طبعا احنا عارفين ان البصل فيه فوائد كتير قوي قوي وحلو ومضاد حيوي زي الفل. وهنضيف عليه بقى من البهارات بتاعتنا معلقه من الفلفل الاسود معلقه كده من السبع بهارات مع نص معلقه قرفه مع نص معلقه جنزبيل. وهنقلب بقى وشم يا باشا انت وهو حاجه كده ما شاء الله. كل اللي داخل واللي خارج يقول ايه ده احنا عندنا لحمه احنا عندنا فراخ. قلت لهم ايوه بالظبط كده احنا عندنا كتاكيت. وبعد ما شوحناهم تشويحة جميلة زي ما انتم شايفين وبرضو الريحة طلعت. كان عندي شوية من الشوربة ضفتهم وكمان ضفت مكعب من المرق وكمان زودت بيه شوية مية. وهنقلبهم وهنغطي عليهم ونسيبه برضو يعيش حياته على النار كده مع شوية الملح بقى ونظبط الدنيا. وهنسيبهم بقى يعيشوا حياتهم على النار كده لغاية لما يستوي معايا ويبقى تمام التمام. بالظبط كده. وهنا كده الفول بتاعي كان استوى. على فكرة كان فيه مقاطع والله العظيم على البوتاجاز كده هو بيغلي ومش عارف ايه معرفش هي راحت فين مش لاقياه. المهم ان احنا لقينا المقطع ده بعد خلاص الفول ما استوى. وما تنسوش بقى بالله عليكم تحطوا لايك يا جماعة. وايه رأيكم بقى في شوربة النابت الجميلة الصحية دي حلوة قوي على فكرة انا بعشقها. دي العيش. وده الفيديو بتاعي كان معاكم النهاردة يا رب اكون عند حسن ظنكم. يا احلى واغلى متابعين. وما تنسوش بقى في اللايك والشير والكومنتات الحلوة المحفزة منكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في